صباح الخير الأول. لو أنا طفلي وزنه زايد ولسه بيزيد، يعني أعمل إيه؟ بس في الأول عملتوا لنا متابعة وبتشوفوا كل الفيديوهات اللي هتساعدكم في تربية أولادكم. لو ما عملتوش كده روحوا تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك ميس مرام أسامة، وعلى اليوتيوب عاطف وعواطف مع ميس مرام، وعلى الانستجرام مرام أسامة، علشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي هتساعدكم في تربية أولادكم. هي مشكلة بسيطة، بس الفكرة ان هي بتبقى ناتجة عن اهمالنا في طريقة الاكل، اني اكل نصيبه ولسه عايز تاني اديله كتر الحلويات بشكل مستمر، مفيش ليميت ليها. حاجات كتيرة قوي ممكن احنا شايفينها عادي، مش هقسى على طفل صغير، انا ابني بيبقى عايز وما اقدرش اقوله لا، وبعد كده بتدخلنا في حاجات كتير لدرجة ان في اطفال بيبقى في سن صغير وعندهم سكر، مش حرمان ولا ان انا كده بقى بقسو عليه، بس انا اللي بنظم له حياته. طفل في سن صغير هو بيبقى غير مدرك بالمخاطر، يعني بالظبط كده زي الطفل لما بيحط ايده في كوبس كهرباء. انا يا كبير عشان شخص ناضج وعاقل وواعي عارف ان دي بتكهرب، لكن الطفل رايح لها وهو فاكر ان هو بيلعب، مش فاكر ان هو هيكهرب. لو عارف ان هو هيكهرب ما كانش حط ايده. احنا المفروض بندير حياة اولادنا، مش رغبات اولادنا هي اللي بتخلينا ندير حياتهم. الطفل اللي بيبقى وزنه زايد، وزنه مستمر في الزيادة، وانا مش عارفة اعمل كنترول على اكله ولا اللي هو عايزه وخلاص، هو في حاجات عايزها ومش هياكل غيرها، يبقى مش هياكل. حتى لو الطفل قعد يوم مستمر في عنده مش هياكل غير حاجات اللي هي مضرة لصحته، اسيبه. تاني يوم بالعافية، ده اذا كمل اليوم اصلا، هيقول لي انا جعان. مفيش طفل هيفضل قاعد مستحمل الجوع لغاية لا قدر الله، وقتها احط له الاكل المفيد ليه واللي هو صحي انه ياكل. تاني حاجة، لازم ابني تبقى في حياته رياضة بتطلع طاقته، بتظبط جسمه وبتظبط اكله. تالت حاجة، لازم يبقى فيه نظام غذائي للبيت كله. مينفعش هو يبقى بيحب البطاطس المحمرة، بيحب الناجتس، ويبقى بيحب الحلويات وانا منعاه عن ده، وانا وباباه قاعدين بناكله. يا سلام! لا طبعا، البيت كله بيبقى متبع النظام الغذائي ده. ما ينفعش انا اكون بقول لطفلي ما تاكلش ده عشان ضار، وانا قدوته باكل الحاجات دي قدامه عادي، وبفهمه وبوعيه، بقوله عشان تبقى شاطر، علشان يبقى جسمك حلو، عشان يبقى شكلك حلو، واديله امثله، اديله نماذج، بخلي عقله يفكر انا حابب ابقى كده، لا انا مش حابب ابقى تخين كده. فالحاجات دي مهمه جدا علشان ابني بعد كده مش هعرف ان انا اسيطر على اكله. هيبقى وصل ل9 سنين و10 سنين و11 سنة، خلاص انا دخلت كده في مراحل تانية، مش هعرف ابقى بسيطر على اكله. فانا لازم الحق الحاجات ديت من وهو صغير، بس كده.